وهو لما يكبر برضو انا هقول له ابوك فين، لان طفل زي ده مستحيل ما يعرفش الحقيقة. انا عايزة اوصل صوتي للناس كلها والناس كلها تسمعني، لان انا مشيت في كل الطرق، ما حدش عارف يجيب لي حقي. انا الطفل ده مش عارفة انسبه لحد دلوقتي، وباباه رافض النسب ليه. انا اتجوزت عرفي انا وباباه، ولما حملت قال لي هاتي العقد اسجلهولك. انا وثقت فيه لان انا كنت بحبه وبثق فيه. اديته العقد وبعد ما اخد العقد قال لي انا ما اعرفكيش، بس انا بقسم بالله العظيم الولد ده ابنه، وانا ما عملتش كده مع حد غيره، واللي بيني وبينه التحليل. وانا عايزه شهاده ميلاد للطفل الغلبان ده. في ساعات ببقى ماشيه بيه في الشارع بيشوف الاطفال، يعني هو بدأ يتنبه، هو سنتين يعني بدأ يتنبه. بيبقى ماشي في الشارع بيبص على الاطفال اللي لابسه شنط حضانه، شنط مدرسه. انا ببقى مش عارفه اعمل له ايه. انا عايزه الناس كلها تسمع صوتي. انا مشيت في كل الطرق، مشيت في كل الاتجاهات، خبطت على كل البيبان. يعني انا برضو مش عايزه الناس لما ابني يكبر يقولوا له انت ابن كذا، او يقولوا له حاجه. ما هو طفل برضو، هي محتاج ينزل الشارع، محتاج يروح حضانه مدرسه. هيكمل حياته ازاي؟ اخوه لسه مكلمني في التليفون، بكلمه بقوله حرام، ده ما يرضيش ربنا. انا مش عارفه اعمل ايه، انا تعبت، انا مش لاقيه اكل ابنكم. انا قال لي انا اهو بحل معاك، انا قلت لك يا بنت الناس نشوفوا لك واحد غلبان يكتب عليكي ويكتب الولد باسمه. قلت له ازاي يعني الكلام ده؟ يعني انت ترضي ان انت ابنك يتكتب باسم حد تاني؟ تعرف تقول بابا؟ قول بابا يا طيب. تعرف؟ قول بابا. بيقول بابا وبيقول ماما، بس هو مكسوف. ساعات والله بجيب له صورة بابا، بقول له مين ده يا تايم، يقول لي بابا، ويروح بايس الصورة. انا قلت له ده بابا. فمن ساعة ما شاف الصورة اقول له مين ده يا تايم، يقول لي بابا بابا، ويقعد يبص في الصورة. عارف ابوه؟ طبعا. أبوه مش عايز يعرف. لا. وهو لما يكبر برضو انا هقول له ابوك فين، لان طفل زي ده مستحيل ما يعرفش الحقيقة. نفسك ابوه يعترف؟ نفسي ابويا يعترف بيه، نفسي يبقى الولد اللي شهادة ميلاد مش مهم يعترف بيه. انا مش عايزاه يعترف بيه، انا عايزاه يسجله بس ويسيبنا في حالنا، واحنا مش هنظهر في حياته تاني خالص، ولا هنعرفه اي حاجة عننا. عايز اقول لك حاجه، بس انت ما فكرتش الولد ده لما يكبر هيعيش ازاي؟ ولا عارف يخش حضانه، ولا عارف يخش مدرسه، ولا هيعرف يتعالج، ولا هيبقى ليه اي هويه في البلد. بناشد محامين مصر الشرفاء، لو في محامي كويس يقدر يتواصل معانا او يتواصل مع الحاله، ونحاول نشوف ايه المشكله ونحلها. يعني اكيد مشكلتها دي عدت كتير وليها حلول، وده درس برضه نتعلم منه، درس لكل بنت تتعلم منه. يا ريت لو في شغل مناسب ليها الناس تتواصل معانا، وزي ما قلت لو في محامي محترم، عندي ثقه تامه طبعا في محامين مصر كلهم، لو في محامي يتواصل معانا اكون شاكر لكم جدا.